اهلا بكم. خلصت مباريات الجوله الاخيره من الدوري، مفيش فنيات كتير. الاهلي كسب بسهوله 3 نقط، فاز 3-0 على انبي بمستوى اداء متوسط. رجع يستروب يختار التشكيل والخطه. الاهلي كسب من غير ضغوط، وما زال طاهر، حسين الشحات، بن شرقي فايقين وعاملين فرق اللي يخلي الاهلي يكسب. الزمالك كسب بصعوبه شديده، فاز 1-0 على سموحه. كلمه السر والتالق في المباراه دي كانت عدي دباغ بصراحه. هو اللي سحب الفريق للفوز، هو والمزعج بازيرا. الكرة من شيكوبانزا لبازيرا من الشمال لليمين، يرفعها بازيرا ينفذها ويخلصها عدي دباغ. بازيرا نزل في ربع ساعة، عمل اوفر وطلع. لاعب مؤثر، وهو اللي جاب مباريات كتير للزمالك الموسم ده. بيراميدز اتعادل مع اقوى فريق بيلعب كرة في الدوري من وجهة نظري، العنيد سيراميكا كليوباترا، بسبب ان سيراميكا من بدايه الدوري بينافس وعنده ثقافه الفوز، مش بينزل ياخد نقطه ويمشي، بينزل كل ماتش عايز يكسب وعايز ياخد 3 نقط. المثير في المباراه ان الفرقتين جامدين، بس للاسف من غير جماهير. اللي ما يعرفش الفرقتين او ما يعرفش ظروف الدوري ودخل يتفرج كده بالصدفه على المباراه ديت، هيحس ان في عقوبه على فريق منهم باللعب من غير جمهور. باقي على النهايه 90 دقيقه، دوري مجنون من افضل النسخ اللي مرت عليا من وقت ما شفت مباريات الدوري المصري. بيفكرني بموسم 2008 2009 اللي خلص بمباراه تحديد بطل الدوري ما بين الاهلي والاسماعيلي، لو حد فاكر، اللي اتلعبت في اسكندريه في استاد الماكس تقريبا. كسب الدوري ساعتها الاهلي بالكوره الشهيره، كانت فاول جilberto لعبها فلافيو براسو، خلص الماتش. الممتع في الموسم ده انه ملعبك كل اسبوع بيخلص بنقول الدوري هيخلص الاسبوع اللي بعده، ويجي الاسبوع اللي بعده ونلاقي فرقه من الفرق اللي بتنافس بتتكعبل، ندخل في حسبه، وهكذا. الدوري من وجهه نظري وتوقعي هيخلص في اخر 5 دقائق، او في الوقت بدل الضايع في المباريات الثلاثه اللي هتتلعب في الدور الاخير. في المباراه الاخيره يوم 20/5 ارجو من اصحاب القلوب الضعيفه والناس اللي بتنفعل واللي بتتوتر يبعدوا عن الشاشه، يبقوا يشوفوا العاده، لان الموضوع هيكون فيه توتر زياده. نظريا الزمالك بطل الدوري بسبب ان هو الوحيد من ال3 فرق اللي بتنافس محتاج نقطه، محتاج يتعادل. يعني لو نزل في المباراه الاخيره ليه ورص الفرقه بتاعته قدام المهدي سليمان خلصت. بس احنا عندنا حبه عوامل هتاثر على نتائج المباريات الثلاثه اللي باقيه للمنافسين. واحد، هل سكواد اللعيبه هيكون كامل في المباراه النهائيه لكل فريق؟ بمعنى قبل ما يروحوا للمباريات النهائيه دي مش هيبقى في اصابات لا قدر الله للعيبه الموجوده المؤثره في كل فريق، سواء الاهلي والزمالك وبيراميدز. خصوصا الزمالك عنده مباراتين كونفدراليه رايح جاي نهائي، وبيراميدز عنده مباراه زد في نهائي الكاس. 2، هل المدربين هيكونوا مستعدين للضغط ده عليهم وعلى اللعيبه بتاعتهم، وهيعرفوا يخرجوا الفرق بتاعتهم من الضغوط ويحققوا الهدف بان هم يكسبوا المباراه دي؟ 3، هل اللعيبه نفسها هيكون عندها الدوافع وفي قمه تركيزها؟ 4، اسف جدا عمري ما اتكلمت عن التحكيم، بس هل الحكام هيكونوا في اليوم ده على نفس مستوى الضغط وقراراتهم مش هتاثر على نتيجه المباريات لل3 منافسين؟ هنا انا بصراحه بطلب من اتحاد الكوره انه يعين 3 حكام اجانب للمباريات دي. اخيرا مفيش مجال للخطا، لان هيكون ثمنه غالي قوي. فريق الاكثر هدوءا وثقه وكامل العدد هو اللي هيكسب. هنرتاح اسبوعين ونرجع للدوره الاخيره ان شاء الله يوم 20، يوم حسم الدوري. نشوفكم ان شاء الله يوم 20.